من قصد الصوم الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مهم جدا. لماذا؟ إبليس عندما توعد العباد، عندما توعد الخلق، ماذا قال؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا ركز إبليس على الشكر؟ لأنه يعلم عظمة الشكر ومكانته ومنزلته عند الله، فلا تقصر في الشكر، والله وعدك بالزيادة مباشرة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت فرت، وإذا كفرت فرت، فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الرضا والتسليم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأعظم نعم الله عليك ما هو؟ الإسلام، الهداية، نعمة الهداية، من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. لو أخذ من كل شيء بقي لك الإسلام، تضمن إن شاء الله أنك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو أعطيت كل شيء وأخذ منك الإسلام خسرت الآخرة، لم تفدك هذه الدنيا. من قصد الصوم الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مهم جدا. لماذا؟ إبليس عندما توعد العباد، عندما توعد الخلق، ماذا قال؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا ركز إبليس على الشكر؟ لأنه يعلم عظمة الشكر ومكانته ومنزلته عند الله، فلا تقصر في الشكر، والله وعدك بالزيادة مباشرة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت فرت، وإذا كفرت فرت، فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الرضا والتسليم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأعظم نعم الله عليك ما هو؟ الإسلام، الهداية، نعمة الهداية، من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. لو أخذ من كل شيء بقي لك الإسلام، تضمن إن شاء الله أنك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو أعطيت كل شيء وأخذ منك الإسلام خسرت الآخرة، لم تفدك هذه الدنيا. من قصد الصوم الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مهم جدا. لماذا؟ إبليس عندما توعد العباد، عندما توعد الخلق، ماذا قال؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا ركز إبليس على الشكر؟ لأنه يعلم عظمة الشكر ومكانته ومنزلته عند الله، فلا تقصر في الشكر، والله وعدك بالزيادة مباشرة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت فرت، وإذا كفرت فرت، فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الرضا والتسليم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأعظم نعم الله عليك ما هو؟ الإسلام، الهداية، نعمة الهداية، من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. لو أخذ من كل شيء بقي لك الإسلام، تضمن إن شاء الله أنك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو أعطيت كل شيء وأخذ منك الإسلام خسرت الآخرة، لم تفدك هذه الدنيا. من قصد الصوم الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مهم جدا. لماذا؟ إبليس عندما توعد العباد، عندما توعد الخلق، ماذا قال؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا ركز إبليس على الشكر؟ لأنه يعلم عظمة الشكر ومكانته ومنزلته عند الله، فلا تقصر في الشكر، والله وعدك بالزيادة مباشرة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت فرت، وإذا كفرت فرت، فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الرضا والتسليم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأعظم نعم الله عليك ما هو؟ الإسلام، الهداية، نعمة الهداية، من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. لو أخذ من كل شيء بقي لك الإسلام، تضمن إن شاء الله أنك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو أعطيت كل شيء وأخذ منك الإسلام خسرت الآخرة، لم تفدك هذه الدنيا.